انت مش ناوي تيجي تبص لك بص على الشركه وتعرف ايه اللي بيتم فيها؟ يا ابني دي فلوسك وشركتك يا حبيبي. يا بابا انا ماليش في موضوع الصحه ده خالص، انت عارف كده. امال ليك ايه بالظبط؟ لا ليا في كتير. دراسه، نجاح، مستقبلي، كل ده. انت عايز تفهمني انك السنه دي هتنجح من اول مره يعني؟ شوف يا دالي، شوف يا دالي، انت ليك عندي ان انا انجح اخر سنه وبس. مفيش حاجة بتفرسني قد الثقة الزايدة دي، زي الثانوية العامة اللي خدها في 4 سنين وسنتين في سنة أولى. ايه اللي حصل في الاخر؟ بذمتك يا مامي ايه اللي حصل في الاخر؟ مش نجحت؟ قلت لكم عندي ان انا انجح وخلاص. بس ده برضه ما يمنعش انك تمر عليا في الشركه وتقعد معايا وتفهم كل حاجه ماشيه ازاي في الشركه. يا ابني انا لو مت ولا جرالي حاجه انت هتدور الشركه دي ازاي؟ ما تقولش كده يا بابي. ان شاء الله هتعيش وهتعيش كتير كمان، وهتعمل شغل كتير قوي، وهتعمل صداقات كتير قوي. إيه صداقات كتير؟ صداقات يا مامي، صداقات ما بين شركات وما بين الشركات التانية عشان الشغل يكتر. الشغل الحلو يعني. انا بس عايزه افهم حاجه يا لؤي، انت ايه يا ابني بتروح الجامعه فاضي كده من غير اقلام ولا كشاكيل؟ ايه بتكتب على ايدك؟ بقولك يا شروات، اما الكبار يتكلموا تيجي تقول اللي في سنك يسكتوا خالص، فاهمه ولا لا؟ ايه كشكو؟ سامع يا مامي؟ سامع يا داد؟ على الاقل بقى انا مش فاشله زي ناس. ها الله ما تخليش انا اللي اتكلم. البيبي والشات لغايه الصبح واللوك لوك 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 طول الليل. اسكت ولا اكمل؟ لؤي يا حبيبي. بص بقى مرت حد يكلم بنوتة كده، ودي مش أي بنت، دي أختك الصغيرة. سوري يا مامي، لما مؤاخذة كتكوتة، لما هاجي اجيب لك الكوكيز اللي انت بتحبيه. ايه يا حبيبي انت لحقت تاكل؟ يا حبيبي الحمد لله، اصلا النهارده مستعجل جدا. اتعرفت يا بابا على حته تعينت عندنا حته دكتوره، مش قادر اقول لك ايه الجمال ده، قصدي ايه الاخلاق دي، ايه العلم ده، ايه الثقافه دي. هي ثقافتها يعني شويه مختلفه عننا، انما مش قادر اقول لك. واهم بقى ما يميزها انها بتعمل على مد جسور العلم ما بين الطلبه وما بين المعلمين. واخد لي بالك انت؟ ها، واسمها سوسو، الدكتوره سوسو. وهي سوسو بقى، قصدي الدكتوره سوسو بتدرس لكم ايه في الجامعه يا حبيبي؟ مالكيش فيه. ماليش فيه؟ سامع يا مامي بينرفزني تاني. خلاص كفاية كده يا ولاد، انت مش محاضراتك لازم تلحقها؟ يلا بقى يلا على الجامعة، كفاية رغي. معاك فلوس؟ معاه فلوس؟ هو معاه حاجة غير الفلوس؟ ازاي تقولي كده يا ماما؟ طبعا معايا مفتاح العربيه والموبايل. يا بكاش. باي. على فكرة يا ريتك يا محسن تبقى أكتر إيجابية وتكون متواجد في حياة ابنك. جرايه يا فريده، انت عايزه تحمليني مسؤوليه تربيه لؤي؟ يا هانم انت امه اللي قاعده معاه طول النهار مش انا. ما قلناش حاجة يا محسن، ما قلناش حاجة، ماشي، بس على الأقل اسأله الفلوس دي بيوديها فين؟ يا هانم المفروض انت اللي معاه تراقبيه وتوجهيه، بس للاسف سيادتك مش فاضياله. الصبح في النادي وبالليل في حفلات صفوه المجتمع والشله العجيبه اللي انت ماشيه معاها. شلتي على الأقل معروفة، لكن انت شلتك مين؟ فريده، اذا هنتناقش مع بعض اكتر من كده هنتخانق زي كل مره. على العموم انا خارج وهتاخر بالليل.